أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة وقناة الوطن الدولية نيوز، أهلا ومرحبا بكم اليوم من داخل حفل جائزة الإسكندرية للإبداع الرياضي برئاسة المهندس نبيل ياقوت رئيس شركة جولدن تيم لتنظيم الحفلات والمؤتمرات. الدورة تحمل اسم الأسطورة الشاذلي في دورته السادسة. ابقوا معنا. كابتن عبد الناصر زيدان، حضرتك حدثنا اليوم عن حفل جائزة الإسكندرية للإبداع الرياضي تنظيم المهندس نبيل ياقوت. اولا انا سعيد جدا بوجودي معاكم، واسكندريه دايما انا بقى من عشاق اسكندريه ومن محب اسكندريه وبحب اسكندريه اكتر من الساحل. يعني لو حد خيرني الكورنيش بالنسبه لي شيء عظيم. ربنا يخليك يا رب. ودايما وجوه يعني منوره، والحفل النهارده نبيل ياقوت عامل حاجه حلوه، واوسكار الابداع الرياضي جولدن تيم عاملينه بشكل رائع، وانا سعيد جدا بوجودي فيه، وسعيد ان انا شفت ناس ليا سنين ما شفتهمش، وسعيد ان انا شفت زمايل وتلاميذ ليا وان انا التقيكم، وحاجه حلوه جدا ان الواحد يقضي ولو ساعات، لان للاسف لازم ارجع للقاهره عشان ارتباطاتي. سعيد جدا باليوم وبالتكريم، وانا مقل جدا في حضور الجوائز لان انا غير معترف بها اصلا. لكن لما اتقال لي ان في اسم بوزن نبيل الشاذلي هو بيحمل النسخه السادسه من هذا الاوسكار، انا كنت حريص، لان انا دايما بحب الناس تكرم في حياتها، لان احنا زهقنا من نسخه الشهيد ونسخه المرحوم ونسخه الفقيد. لما يكون وسطينا حد بيحمل الاوسكار اسمه ده شيء بيفرحني، فانا سعيد جدا بالجائزه وسعيد جدا بوجودي معكم. احنا اللي سعداء جدا يا فندم، شكرا جزيلا لشخصك الراقي. شكرا.